انا عايزه اقول حاجه انا شفتها في 2016. كنت مسافره في طريق مصر اسكندريه الصحراوي الساعه 1:30 بالليل، وانا كنت راكبه ميكروباص وكنت قاعده ورا السواق وجوزي كان قاعد جنبي. انا كنت ساندة راسي على الازاز ومركزه جدا في الطريق. يعني لقيت جسم غريب جدا اللي هم زي اللي بيجوا في الافلام بيقولوا عليهم الفضائيين او الرماديين، جاي يعني في وشي. يعني هو ماشي في حاله جدا وجاي في وشي. انا طبعا شايفاه من مسافه بعيده لان النور عالي جدا، فانا مركزه معاه لحد ما بقى ايه تقريبا جنبي. جوزي كان ماسك ايدي فات ايدي، فانا اتاكدت ساعتها ان في حاجه، يعني انا مش بيتهيألي. فبقول له انت شفت اللي انا شفته؟ قال لي اه. ومن ساعتها هو رافض يتكلم في الموضوع خالص، بيقول لي الحاجات دي عادي، ممكن تكون جن، ممكن تكون شياطين. انا متاكده ان الحاجات دي موجوده وشفتها بعيني وحد تاني شافها معايا. بس انا هقول لك حاجه، هو نفس الشكل اللي بيجي في الافلام بس اللون مش رمادي، اللون لون قشره البطاطس البيج، والراس اللي هنا وده كان باين في الجزء الضلمه اللي على طريق مصر كان اسكندريه باين جدا لان السواق ضارب النور العالي. الكائن ده كان عامل ازاي؟ راسه كانت عامله ازاي؟ الراس كبيره، الكتاف صغيره جدا. انا اصلا يعني دارسه تشريح وكده يعني. حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا مدرس مساعد في احدى الجامعات المصريه. ليه مش عايزه تقولي اسمك الحقيقي؟ لا مش عايزه، لان ما حدش مصدقني، وانا مش حد الناس تتهمني بالجنون او التخيل او البروباجندا او الكلام ده. انا في غنى عن الكلام ده خالص. انا الكلام ده قلته لكذا حد عشان بس يتاكد ان في كائنات غيرنا على الارض. طيب كملي، اوصفي لنا الكائن ده اكتر. انت بتقولي راسه كانت كبيره وكتافه كانت صغيره. الراس مش حجم البني ادم الطبيعي ومش الشكل الطبيعي، نفس الشكل اللي بيجي في الافلام. العين نفس الشكل اللي بيجي في الافلام. المناخير مش موجوده تقريبا، والبق مش موجود. انا عايز اسالها بس استاذه نوره معلش او دكتوره نوره معلش، يعني بالنسبه لطول الاذرع كانت طويله قوي ولا قصيره؟ لا الاذرع طويله جدا تحت الركبه، يعني الاذرع معديه الركبه. يعني انا ممكن فعلا يكون حاجه زي الجن، كائنات يعني الواحد ما شافهاش بعينه. بس اشمعنى هشوف الجن يعني في اي صوره ثانيه غير اللي ظهرت للناس زمان او اللي الرسل قالوا عليها، وظهر لي في شكل الكائن اللي بيجي في الافلام؟ طب هم جابوا الشكل ده منين؟ يعني هم قدروا يوصلوا للشكل ده الحقيقي اللي انا شفته بعيني ده منين؟ ايه الموضوع ده؟ في كائن ممكن يظهر على طريق مصر اسكندريه الصحراوي؟ كتير كنا بنتكلم وبنحاول ناكد ان ظهور لهذه الكائنات، انا بقى مش فارق معايا هي من جوف الارض او هي من السماء او من كوكب تاني، هي بتتكلم عن حقيقه. انت كمان هنا مش بتتكلم مثلا عن حد صغير بيحاول يعمل بروباجندا او حاجه، دي حد متخصص، وهي بتقول لحضرتك ان هي متخصصه في التشريح، فهي عارفه هي بتقول ايه كويس. فاذا رؤيتها لهذا الكائن هي تدرك ان هو كائن غير بشري. وانا عايز اؤكد ان الوصف اللي هي بتوصفه بهذا الشكل شوهد في مليون مره على مستوى العالم، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، وهي لا تتوهم، وانما الحقيقه انها شاهدت فصيل اللي دايما الناس بتشوفه على مستوى العالم، اللي هو بيطلق على اسم الرماديين او الجريز، اللي ممكن تكون بنسبه كبيره جدا موجوده في جوف الارض. الكائنات الفضائيه او الجريز، ده ايه ده بقى؟ طيب هي الصوره دي من حلقه او من حلقتين كنت بقول لك ان في ارشيف ما يشبه الارشيف، فانا جبت لك كده حاجه مجمعه لاكثر المشاهدات للكائنات اللي موجوده ذره الارض. ده الجزء المصغر من الارشيف، والارشيف فيه صور اكتر من كده طبعا من انجلترا في اكتوبر 74. ده اللي بيطلق عليه اسم الموذمن او رجل الفراشه، اللي اتعمل عليه فيلم لريتشارد جير اسمه ذا موذمن بروفيسز. مشاهدات الكائن ده كان بيظهر وظهر قبل حادثه تشيرنوبل.